ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. في بلدة صغيرة بعيدة عن صخب المدن الكبيرة، كان في بيت قديم مهجور يعرف باسم بيت سادر. الجيران كانوا دايماً بيحذروا أي حد يقرب منه، لأنهم حسوا بأشياء غريبة داخلة، من أصوات خطوات صغيرة بتظهر فجأة في الليل لضحكات أطفال مكتومة، وأحياناً أصوات بكا بعيد عن أي شخص موجود. البيت اللي اتبنى من أكتر من 100 سنة كان له تاريخ مليان حرايق غامضة واختفاءات غير مفسرة. بس ليلة 12 أكتوبر الكارثة الحقيقية هتحصل، والأطفال هيتبدل حياتهم للأبد. الليل كان مظلم جدا، الغيوم كانت تقيلة كأنها بتضغط على الأرض، والريح كانت بتزمجر حول البيت بتحرك الفروع والأوراق، والمطر بيضرب الزجاج بإيقاع متقطع. في البيت 5 أطفال كانوا بيلعبوا في غرفة المعيشة، ضحكهم يملى المكان. الألوان الباهتة من المصابيح القديمة بتدي إحساس بالراحة رغم الجو العاصف. فجأة شموا ريحة دخان قوية، خفيفة في البداية وبعدين زادت بسرعة. النار بدأت من المطبخ، اللهيب ابتدى ياخد الممرات، والدخان الكثيف بدأ يملى كل الغرف. الأطفال حاولوا يهربوا، لكن فجأة حصل شيء غريب، كأنهم ابتلعوا الهواء، اختفوا من عين أي حد موجود. اللهيب كبر بشكل جنوني، الأبواب اتقفلت بنفسها، الشبابيك اتكسرت بسبب الضغط الحراري. الجيران خرجوا لمساعدة الأطفال، لكن كل ما يقربوا من البيت كأن قوة خفية تمنعهم، الأبواب تقفل والنافذة تدخن. الأطفال كانوا موجودين للحظة، وفجأة لا أثر لهم، لا صراخ، لا ضحك، لا ألعاب، كأن الأرض ابتلعتهم بالكامل. وصلت الشرطة بعد دقايق، والضوء الأحمر من سيارتهم يلمع في المطر الغزير. البيت كان محترق، الحوايط مشوهة، الأرض مليانة رماد وحطام. المحققين لاحظوا شيء غريب، مكان تواجد الأطفال كان فاضي تماماً، وحتى الألعاب والأغراض الصغيرة اختفت. وعلى الجدران رموز غريبة مكتوبة بالدم أو الفحم، علامات غامضة كأنها تشير لمكان محدد أو طقوس قديمة. الجيران قالوا إنهم سمعوا أصوات ضحك أطفال في الليل، خطوات في الغرف اللي مفروض فاضية، وصوت أبواب تتحرك من نفسها. بعضهم أكدوا إنهم شافوا ضوء أصفر غريب بيظهر ويختفي في نوافذ البيت، ولما حاولوا يقربوا يختفي فجأة. في غرفة صغيرة تحت السلم لقوا أوراق قديمة مليانة رموز غير مفهومة، وبعضها على شكل خريطة أو معادلات. المحققين حسوا إن الرسايل دي دليل على اختفاء الأطفال، وكأن حد بيرسم طريقهم لعالم تاني. الرموز كانت مرسومة بطريقة غريبة، خطوط ملتوية، دواير متقاطعة، ونقاط صغيرة، كأنها لغة سرية أو طقوس قديمة. فرق البحث دخلت الغابة المحيطة بالبيت، الأشجار طويلة وسودة، الضباب خفيف على الأرض، كل حركة للريح كانت بتحرك الظلال بطريقة مرعبة. ضحك الأطفال كان بيظهر فجأة، خطوات صغيرة بين الأشجار، كل محاولة للتقرب كانت تفشل، وكأن الأطفال دخلوا عالم موازي. المحققين حاولوا يسجلوا أصوات، الصور، أي دليل، لكن كل مرة الأداة تتوقف عن العمل فجأة، والبيت والظلال كأنهم بيحموا سرهم. لقوا بعض ألعاب الأطفال بعيدة عن البيت، بعضها جديد رغم مرور الأيام، وبعضها مهترئ.
ترتيب الألعاب كان غريب جدا، كأن حد بيحاول يوصل رسالة سرية. لعبة في زاوية، لعبة في مكان بعيد في الغابة، كأنها خريطة مبهمة. أحياناً المحققين كانوا يشوفوا حركة خفيفة للألعاب وكأنها بتتحرك من نفسها، والأصوات حواليهم كأن البيت بيحذرهم. البيت أصبح حي، كل شيء بيتحرك من نفسه، أبواب، نوافذ، ألعاب، أصوات مكتومة، همس، خطوات صغيرة. المحققين شافوا ظلال أطفال في الغرف، وكل ما يحاولوا يشوفوا مصدرها تختفي فجأة. البيت كأنه عالم آخر، كل زاوية تحسسك إن في حد بيراقبك. الضباب الداخلي، الظلال، الأصوات، كل شيء بيزود الرعب. بعد جمع الأدلة، المحققين اشتبهوا في وجود كالت غامضة. الرموز والطقوس اللي لقوها كانت واضحة: اختفاء الأطفال، تحكم بالبيوت المهجورة، إشارات لطقوس سرية. تحليل الرسائل والرموز كشف إنها مرتبطة بعالم قديم، أشياء محظورة، طقوس غريبة، وكأن الأطفال وقعوا ضحية لأحداث خارج إدراك البشر. المحققين لقوا باب تحت أرضية البيت مليان رموز، آثار أقدام صغيرة، لما فتحوه كان فاضي. فجأة الباب اتقفل وراهم، أصوات صرير عالية، خطوات، همسات، كل شيء في المكان بدأ يتحرك وكأنه حي. أصوات الأطفال كانت حواليهم، لكن مش قادرين يشوفوهم. البيت كان بيحرس سره وبيحاول يمنع أي حد يعرف الحقيقة. كل اللي يدخل البيت يسمع ضحك، خطوات، أصوات ألعاب، لكن الأطفال مش موجودين. كل زاوية تحسسك إن في قوة خفية بتتحكم بالبيت. الأصوات بتتغير حسب تحرك المحققين. البيت نفسه أصبح عدو، كل شيء بيحاول يخوف أي حد يقترب. كل أداة تسجيل بتتعطل، وكل خطوة محسوبة. التحقيق كشف إن الأطفال اختفوا بسبب طقوس مرتبطة بالاستخبارات القديمة أو كلت غامضة. البيت كان مسرح لهذه الطقوس منذ سنين. كل الرموز، الرسائل، الأصوات والظلال كانت دليل على خطة محكمة لإخفاء الأطفال. حتى الآن كل دليل يوصلهم للطريق المسدود، كأن البيت نفسه بيحمي السر. المحققين دخلوا الغابة مرة تانية، الأشجار عالية والظلام كثيف. لقوا كوخ مهجور مليان أدوات غريبة، رموز على الجدران، أوراق ممزقة، لكن الأطفال لم يكونوا هناك. كل التحقيقات وصلت لطريق مسدود، والبيت أصبح أقوى، كأنه يحرس سره. الظلال تحركت فجأة والهمسات زادت. المحققين حسوا إن كل خطوة قريبة من الحقيقة بتجيب خطر أكبر عليهم. بيت سادر ظل ملعون، الأطفال لم يظهروا أبداً، والحي كله يحكي عن أصوات ضحك، خطوات مكتومة، ورموز غامضة على الحيطان. كل من يقترب يسمع أصوات الأطفال، لكن ما يشوفهمش. هل الأطفال دخلوا عالم آخر أم قوة مظلمة أخفتهم؟ لا أحد يعرف، لكن بيت سادر صامد يحرس سره، والسر ده لسه مجهول حتى اليوم. حتى الرياح حول البيت الآن تحمل همستهم، وكل ليلة بيتذكر الأهالي إن أي حد يجرؤ يدخل البيت قد لا يعود أبداً. لو عجبتكم القصة الغامضة والمفزعة دي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتضغطوا على سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من قصص الرعب الغامضة والوثائقية. ولو حابين اكتبوا في التعليقات رأيكم، هل الأطفال تاهوا في عالم آخر ولا في سر مظلم لحد النهاردة؟ حتى الرياح حول البيت الآن تحمل همستهم، وكل ليلة بيتذكر الأهالي إن أي حد يجرؤ يدخل البيت قد لا يعود أبداً. لو عجبتكم القصة الغامضة والمفزعة دي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتضغطوا على سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من قصص الرعب الغامضة والوثائقية. ولو حابين اكتبوا في التعليقات رأيكم، هل الأطفال تاهوا في عالم آخر ولا في سر مظلم لحد النهاردة؟